بينما كان جيفري بوش نائما في سريره، انشقت الأرض من تحته وابتلعته على مرأى من أفراد عائلته. ليس الخبر من وحي أفلام الخيال العلمي، بل هذا ما حدث في إحدى ضواحي تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وله تفسير علمي. هذه الحفر المرعبة التي تنتشر في بقاع مختلفة من العالم تعود إلى انخساف الأرض نتيجة عوامل التعرية المائية للطبقات الصخرية القريبة من سطح الأرض. فعندما تتسرب مياه الأمطار الحمضية أو الأسيدية وتصل إلى الصخور القابلة للذوبان، تحمل الجسيمات بعيدا، وتستغرق هذه العملية الطبيعية آلاف السنين، ثم تكبر المسام والشقوق إلى النقطة التي تتشكل فيها التجاويف أو الكهوف الكبيرة. ومع تكوين هذه الفجوة تحت الأرض، تعجز الطبقات العليا عن دعم الوزن فوق السطح، فتنهار وتبتلع كل ما فيها. ومن الأسباب التي تساعد على تكون هذه الحفر هطول الأمطار بعد فترة طويلة من الجفاف، وعدم ترشيد استخدام المياه الجوفية لأغراض الري، إضافة إلى انهيارات شبكات الصرف الصحي. ويقدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن ما نسبته 10% من الصخور المكونة لسطح الأرض هي من النوع الكلسي أو الجيري، ما يضعها في خانة خطر التعرض لحوادث تكون حفر مفاجئة. وعلى الرغم من أخطارها الكبيرة والخوف الذي تبعثه في النفوس، فإن العملاقة منها كهذه الحفرة في فنزويلا تتحول إلى وجهة سياحية يصعب تفويت زيارتها.